أهلا بحضراتكم في قناة يسوع مفرح القلوب. المسيح ما وعدناش إننا هنفهم كل حاجة. كتير قال للتلاميذ الآن لست تعرف لكنك ستفهم فيما بعد. وإحنا برضو كده ساعات نحس الدنيا ملخبطة مفيش تفسير، بس هو بيأكد إن في وقت جاي نفهم فيه الحكمة اللي ورا كل حاجة. سلامه مش معتمد على الفهم الكامل لكن معتمد على الثقة الكاملة. في آية جميلة بتقول فسمع الله أنينهم. إلهنا إله طيب جدا وحنين، حتى الأنات اللي محدش بيسمعها الله أكتر واحد بيعرف يسمعها ويفهمها ويحس بيها. ثق إن قلب الله رؤوف جدا وإن همومك كلها حاسس بيها ومستحيل إنه يتخلى عنك. ربنا عارف إن في قلوب موجوعة، بس اطمن وخليك متعلق في رب المجد. هيستجيب لسؤالك ويحقق طلبك ويفرح قلبك. اطمن، ما تخليش صوت الخوف يعلى جواك. افتكر صوت ربنا. الخوف يكذب لكن ربنا صادق. الخوف يقولك مش هتعرف لكن ربنا يقولك كل شيء مستطاع. ادخل مخدعك واركع، هو عارف وحاسس بكل اللي انت عاوزه. قول له طمني يا رب. هتشوف السلام، هتشوف السلام والاطمئنان اللي يملأ قلبك. كل لحظة خوف هتعدي. حضور ربنا في قلبك هو اللي هيفضل يريحك. ربنا مش ناسيك ولا سايبك. ربنا بيشتغل في الخفاء لأجلك عشان يفرحك في العلن. كل وجع ليه نهاية، كل دمعة ليها تعويض. ما تقولش أنا تايه، قول ربنا هيرشدني للخير والصالح. ما تخافش واتكل عليه، لأن ربنا ضامن في إيده كل شيء، وضامن ليك الخير والراحة والفرح في كل أيامك. معاه مش هتكون غير مبسوط ومرتاح البال، لأن هو مصدر كل فرح، صاحب كل عطايا ونعم وبركات. صدق وعوده ليك وامسك في إيده، حتى لو بتعدي دلوقتي بوقت صعب أو ضيقة أو تجربة. اشكره وافتكر إن ياما عداك من حاجات صعبة كتير. إلهك حي وموجود وحاضر معاك في كل ظروفك وفي كل الأوقات الصعبة اللي بتمر بيها. بيعمل دايما لأجلك ويحول كل شيء لخيرك. الفرح مش بعيد، هو جاي قريب، والباب المقفول هيتفتح. خلي رجائك كبير لأن إلهك كبير، وخلي دايما قلبك مرفوع، عينك للسما، مستني ومصدق. هتفرح وهتهلل وهتقول كان لازم استنى، عشان ربنا بيعمل كل شيء حلو في وقته. صدق إلهك بيحبك حب ملوش مثيل. كل دمعة نزلت هتكون سبب فرح ليك. هتحس بمعجزة من عند ربنا غيرت مجرى حياتك للأحسن. ارمي حمولك على ربنا، هتتعدل، هتفرح ببشارته ليك، تحقيق أمنيتك. فخزائنه أوسع من كل أحلامك، وليس هناك أمنية بعيدة عنه. وإن ضاعت منك فرصة فأمامه عدة فرص، والبعيد يقربه والمستحيل يحققه. دايما عمله عجيب ولا يخطر على بالك. هينقذك من كل مخاوفك. وافتكر إن وقت الضيق هو زمن يحتاج للمشاركة، والله شريكك في آلامك وأتعابك. وقول دايما يا رب لست أدري ما تحمل لي الأيام، لكن سيدي الحبيب يكفيني شيئا واحدا، ثقتي إنك معي تعتني بي وتحارب عني. صلي معايا دلوقتي بإيمان وقول يا رب علمني أسيبها عليك وأحط كل رجائي فيك. أنا يومي من أوله ملكك وبين إيدك. يا رب احنا مش أبطال ومش عارفين ننجو لوحدنا، بس بنسلمك ضعفنا. اقبلنا وحبنا يا رب، ساعدنا نقوم ونكمل معاك. نطلب منك سند للمضغوطين اللي شايلين فوق طاقتهم ومش بيشتكوا. نطلب منك كتف يتسندوا عليه، تعويض، معجزة يحسسهم ان التعب ما كانش رايح. بدل الضيق باتساع، الخوف براحة، الألم بحنية منك.
اذكر يا رب كل الذين استنفذوا طاقتهم ينتظرون بداية جديدة لحياتهم، تعوضهم عن كل اللي فات. آمين.